السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات جديدة مع دكتور علي بنداري. النهاردة هنتكلم عن حدوث إجهاض متكرر. هل حصل حمل قبل كده معاكي وحصل إجهاض متكرر؟ لو حصل كده معاكي تعالي نشوف في الحلقة ديت إيه الأسباب بتاعة الإجهاض المتكرر ونوصل إزاي لحل. حدوث إجهاض متكرر بيصيب تقريبا 1% من المتزوجين. الإجهاض المتكرر يعني حدوث إجهاض 3 مرات متتالية فيما أكتر، وبعض المصادر بتعرفه إن هو مرتين فما أكتر. إيه الأسباب اللي ممكن نوصل لها عشان نقول إن في إجهاض متكرر أو سبب الإجهاض المتكرر؟ أول سبب هنتكلم فيه هو سن الأم نفسه أو سن الزوج. سن الزوجة لوحده عامل كبير لحدوث إجهاض متكرر، فمثلا مع زيادة السن بتبقى نسبة حدوث إجهاض متكرر بتزيد. مع سن من 30 ل 35 نسبة الإجهاض بتوصل تقريبا 15%. من سن 35 لسن 40 سنة نسبة الإجهاض بتوصل 25%. من سن 40 لسن 45 سنة نسبة الإجهاض بتبقى أكتر من 50%. فمن كده نقدر نوصل ان هو السن لوحده عامل مؤثر وكبير جدا. العامل الثاني هو عدد مرات الاجهاض السابقه المتكرره. مثلا حدوث اجهاض واحد قبل الحمل الحالي بيبقى نسبه حدوث الاجهاض في الحمل ده 10%. لو حصل مرتين اجهاض بتبقى نسبه الحدوث اجهاض في الحمل اللي بعديه 20%. لو حصل اجهاض 3 مرات بيكون نسبة حدوث إجهاض في الحمل اللي بعديه بتوصل لأكثر من 40%. السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو وجود أجسام مضادة. وجود أجسام مضادة بيمثل تقريبا 15% من حالات الإجهاض المتكرر. الأجسام المضادة اللي هي بنسميها الأنتي فوسفوليبيد سيندروم. نسبة الإجهاض المتكرر في حالة الأجسام المضادة 15%. طيب إيه السبب؟ بيكون سببه وجود تجلطات في المشيمة اللي بتوصل الدم لكيس الحمل، وسبب التجلطات دهيت بيؤدي لعدم اكتمال الحمل. بيكون علاجها عن طريق إضافة علاج زي الكليكسان أو الهيبارين، بيكون لها تأثير كبير وتأثير مفيد. في نسبة 5% من حالات الإجهاض المتكرر بيكون بسبب خلل جيني في الزوجين، ودي بنوصل لها ان احنا بنعمل زي دراسة للجينات بتاعت الزوجين. السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو وجود عيب خلقي في الرحم، بيمثل 10% من أسباب الإجهاض المتكرر. وجود عيب خلقي زي وجود حاجز رحمي أو رحم ذو قرنين أو ضعف في عنق الرحم نفسه بيؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر. بعد كده وجود خلل هرموني. يعني إيه خلل هرموني؟ مثلا زي خلل في عمل الغدة الدرقية بالزيادة أو النقصان، أو وجود أجسام مناعية ضد الغدة الدرقية نفسها، أو وجود مرض زي السكر. بعض الأمراض الأخرى زي تكيس المبايض لها علاقة بحدوث إجهاض متكرر. إيه السبب لغاية دلوقتي؟ السبب الفعلي غير معلوم، ولكن بعض العلماء فسروه بارتفاع هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة في السيدات ديت. السبب اللي هنتكلم فيه بعد كده هو مجموعة من الأمراض بيسموها ثرومبوفيليا، وهي أمراض بتؤدي إلى حدوث تجلطات في الدم، مثلا زي فاكتور 5، زي أنتي ثرومبين 3، زي بروتين سي أو نقص بروتين سي أو بروتين اس. مجموعة الأمراض ديت بتؤدي إلى عدم اكتمال الحمل في بعض السيدات وبتؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر. هل وجود عدوى أو وجود التهاب ممكن تؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر؟ عشان تؤدي إلى حدوث إجهاض متكرر لازم تكون مرض مزمن في الرحم، ودهوت من النادر حدوثه. عشان كده طلب بعض التحاليل زي التوكسوبلازما والروبيلا والسيتوميجالو فيروس ما بقتش مطلوبة زي زمان، لأن هو فعليا ما بقتش ليها علاقة بحدوث إجهاض متكرر. هل ممكن ما نوصلش لسبب؟ نسبة كبيرة من حالات الإجهاض المتكرر بتكون بدون سبب، ودي بتبقى الأصعب لأن بتمثل قلق نفسي وتوتر للزوجين لأن مش عارفين نوصل لحاجة. جزء كبير من العلاج بتاع الإجهاض المتكرر بيتمثل في الدعم النفسي، وإن احنا نعمل سبورت كويس للزوجين ممكن يؤدي إلى اكتمال الحمل لوحده بشكل كبير. لو عندك سؤال ابعتلنا ونقدر نجاوبك عليه.